بالإبرة والقماش وشوية أسلاك ومعادن بيتعمل نموذج جديد للسكان الحاليين، وده لأعجب سبب ممكن تتخيله، وهو التكنولوجيا والسرعة القصوى في الاختراعات. فكانت سبب في حرب مهولة بين الإنسان والآلات اللي اخترعها بإيده، وكان ده السبب برضه في نهاية البشر وظهور كائنات جديدة أغرب لكنها برضه من اختراع البشر علشان الحياة تستمر. ودلوقتي اكتمل النموذج الجديد رقم 9، وده لأن الأسماء الجديدة عبارة عن أرقام مش حروف، فبيحطوا المخترع على جهاز الطاقة علشان يبدأ يشحنه، وبعد فترة بيسقط النموذج ويتفكك الجهاز وبيبدأ ناين يتحرك فعلا. وطبعا هو مش فاهم هو حاجة ولا هو بيتكون من ايه، وبيفضل يبص على جسمه وأطرافه وإيده، وفجأة بيلاقي جهاز الطاقة العجيب فبياخده ويحاول يفهم ايه ده. ولما بيدور في المكان العجيب اللي هو فيه بيلاقي شخص ميت والورق متنطور حواليه في كل مكان. واضح كده ان ده الراجل اللي اخترعه من شوية. نايم بيشوف الشباك بيتهز جامد فيروح يشوفه، وفي الطريق بيمشي بصعوبة لأنه لسه جاي الدنيا جديد. المشكلة بقى ان هو لما بيفتح الشباك بيلاقي منظر كارثي، المدينة كلها متدمرة ومش باقي غير الحطام بتاع البيوت، حتى بيتهم نفسه متكسر وكمان متدمر. فجأة بيشوف نماذج تانية شبهه ماشيين في مجموعة، فبيحاول ان هو ينده عليهم علشان ياخدوه معاهم، بس المشكلة ان هو بيلاقي صوته مش موجود، فبيقرر ان هو ينزل يلحقهم بنفسه، وبياخد جهاز الطاقة في جيبه وبينزل لهم بسرعة، لكن مش بيلاقي حد والدنيا بتكون فاضية خالص. فبيجري يدور في كل مكان بس التدميرات في كل حتة، حتى العربية اللي لقاها بتكون جواها جثث قديمة. فجأة بيلاقي نور وبيسمع حركة في المكان من بعيد، ولما بيشوف النور زاد وبدأ يتجه ناحيته بيجري بسرعة عشان يستخبى، فبيحس ان الخطوات بتقرب منه برضه، فبياخد حديد من على الارض، واول ما بيظهر الشخص ده بيضربه ويوقعه. بس المفاجأة ان هو بيلاقي نموذج شبهه بالظبط بس لابس نظارة وطاقية، وبيعرف ان هو رقم 2 وبيقول له انا صديق مش هأذيك. فبيطمن ناين وبيروح يساعده يقوم، وساعتها تو بيفضل يتفحصه ويشوف المعدن اللي هو مصنوع منه، وبيقول له على فكرة انت معمول من خامات كويسة، لكن بيتفاجئ ان ناين مش بيتكلم. فتو بيقول له واضح كده ان المشكلة في الجهاز بتاعك، وبيفتح جسمه علشان يشوف المشكلة، ولما بيعرف المشكلة دي بيروح يجيب له قطعة معدنية صغيرة يركبها جواه، وبيبدأ ناين فعليا يتكلم. بس تو بيستغرب لما يلاقي جواه جهاز الطاقة العجيب. فجأة بيسمع صوت غريب فبيسأله ناين اذا كان في حد معاه في المكان ده، فبيقول له تو ان في كائنات تانية كتير، ولسه هيشرح له لقى الصوت بيقرب منهم، فبيزعق في ناين ويقول له اجري بسرعة استخبى في علبة الصفيح. وفعلا بيروح ناين يستخبى، وتوبي يستعد بالخوذة والسلاح عشان يحارب الوحش، ولكن الوحش ده بيجيله من وراه وبيكون عبارة عن كائن غريب جدا عامل زي الآلة لكن مفترس وعنده أسنان وأنياب. بيهجم على تو جامد بكل عنف ويضربه ويوقعه بعيد، وبعدها بيمسكه جامد وبيرفعه لعند بقه، لكن تو بيحاول يحارب بكل قوته فبيحدفه تاني بعيد، وساعتها بيقع جهاز الطاقة من تو فبياخده الوحش. لكن فجأة بيسمع صوت جوه الصفيحة فبيروح يشوف اللي جواها، ولكن ناين بيستخبى بسرعة عشان ما يشوفهوش. الوحش بيقوم مدخل ايده في الصفيحة ويحاول يقلبها بكل الطرق علشان يطلع اللي جواها. وقتها تو بيندهله علشان يشتت انتباهه عن ناين، وبيقول له حربك كانت معايا، وفعليا الوحش بيقرب عليه وعلى طول بياخده معاه، وبيرجع الوحش تاني للصفيحة وبيبص فيها وبعدها بيحدفها بعيد، لكن ناين بيكون طلع منها اساسا واستخبى في حتة تانية. الوحش بيمسك جهاز الطاقة تاني وبياخده هو وتو معاه وبيمشي، وتو بيفضل يصرخ طول الطريق، وبالرغم من الرعب اللي بيكون فيه ناين لكن بيقرر ان هو يكمل طريقه. بس يظهر كده ان في حد كان بيراقب المكان كله، وبيشوف ناين ماشي لوحده وتعبان وفجأة بيقع ويغمى عليه، فبيروح ينقذه علشان يشوف مين ده. وفجأة بيفوق ناين وبيلاقي مقص كبير في وشه، فبيقوم بسرعة يضرب اللي ماسك المقص ويبعده عنه، بس ما بيقدرش يقف وعلى طول بيسقط على الارض. لكن اللي بيعالجه بيطمنه وبيقول له ان هو عالجه خلاص، ودلوقتي هو يقدر يحرك دراعه بشكل طبيعي، وبيقول له انا ما كنتش متوقع ان في زينا تاني، وبيعرفه بنفسه وان هو اسمه فايف، وبيقول له ان تو لو كان هنا كان هيعالجه افضل منه لكنهم مش عارفين هو فين دلوقتي. فبيقول له ناين ان هو كان معاه طول الوقت، فبينبسط فايف ويتحمس ويقول له هو فين طيب دلوقتي. لكن فجأة بيدخل عليهم الكبير بتاعهم وبيكون شكله عنيف وبيزعق فيهم، وبيسأل فايف مين الشخص الجديد ده، فبيقول له فايف ان هو لقاه في الطريق. ساعتها الكبير بيزعق لفايف ويقول له انا حذرتك كتير علشان ما تطلعش للشارع، لكن انت مش بتسمع الكلام، وفي يوم هتعمل مشكلة وتجيب الوحش عندنا، وقتها هيجي المخبأ هنا ويدمرنا كلنا. فبيقطعهم ناين ويقول لهم ان الوحش ده هو اللي خطف تو، وان هو كان لسه عايش لما خطفه وممكن يلحقوه قبل ما يعمل فيه اي حاجة. لكن الكبير بيسكته ويقول له انه طالما الوحش اخده فهو ميت بالنسبة لنا، ومش هيروحوا ينقذوه ولا هيسمحوا لاي حد يطلع من هنا. وفجأة بيدخل عليهم واحد زيهم بس اضخم وفي ايده ساطور كبير، ده هو ايد وشكله مخيف كده ومسؤول عن تنفيذ قوانين
الكبيرة. فبيقول له الكبير ان الضيف الجديد محتاج يتعرف على قوانين المكان، فبيبص له برعب كده علشان يجي معاه، وبياخدهم الكبير علشان يعرفهم على المكان وقوانينه. وناين بيستغرب من المكان وبيشوفه ضخم جدا وواسع، فبيسأله فايف اذا كان متأكد ان تو كويس، لكن 8 بيمنعهم من الكلام مع بعض وبيخبطهم علشان يمشوا، وبيركبوا الاسانسير علشان يطلعوا للدور اللي فوق. ولما بيوصلوا الدور الاخير بيدخلوا قاعة غريبة، وبيبدأ الكبير يحكي له الحكاية، وبيقول لهم انهم اول ما جم الدنيا دي لقوا نفسهم في عالم غريب وحواليهم الحرب والخراب في كل مكان، ودي كانت الحرب بين البشر والآلات، وكانوا بيحاربوا بالنار والقنابل المميتة. وساعتها كان الكبير بيحمي القبيلة بتاعتهم من الحرب ومخبيهم تحت خوذة كبيرة، وبيدوروا عن اي حد من نفس قبيلتهم علشان يجمعهم كلهم. لكن وقتها فايف اتصاب وخسر واحدة من عيونه. وقتها واحد من البشر رمى قنبلة كبيرة وطلع منها غاز موت كل الناس، وقاد الكبير المجموعة كلها للمخبأ بتاعهم الحالي وحماهم فيه. ومع الوقت الحرب خلصت وما فضلش غير الوحش اللي هو عبارة عن آلة متوحشة ومخيفة بتطلع وتهجم على اللي تشوفه منهم. فبيسألوا ناين عن الوحش ده وجاي منين أساسا، لكن الكبير بيقول له إن الأسئلة دي ملهاش لازمة، وإنهم لازم يستخبوا منه وخلاص، لأنهم فقدوا ناس كتير منهم ولازم يحترسوا ويخلوا بالهم. وبيقول كده وهو بيكتب إن تو من ضمن المفقودين. فبيقول له ناين إن تو لسه عايش وممكن ننقذه، لكن الكبير بيزعق له ويقول له إنه تو اختار طريق وخرج للشارع، فالوحش أخده وهم مش هينقذوه لأنه لازم يتحمل تمن غلطته. وبعدها بيطلب الكبير من فايف إنه يروح على شغله في برج المراقبة وياخد معاه الضيف الجديد علشان يشتغل معاه. وبيرجع الكبير يقعد على عرشه، بس جانبا كده بنلاقي رقم 6 قاعد في ركن لوحده وعمال يرسم، وبيضم الصورة الجديدة اللي رسمها للشكل الغريب ده للحيط اللي كان مليان برسومات لنفس الشيء اللي مش معروف هو ايه. وبيطلع فايف وناين على برج المراقبة وبيقول له ان الجهاز بتاع المراقبة ده اخترعه هو وتو. فبيقول له ناين انهم ممكن ينقذوا تو ويلحقوه، لكن فايف بيرد عليه ويقول له انهم مش هيعرفوا ينقذوه لانهم اصلا مش عارفين مكانه. ناين بيبص فجأة من البرج وبيشوف مكان غريب، فبيصرخ ويقول له فايف الوحش اخده للمكان ده اللي على شكل 3 أعمدة. فبيتصدم فايف ويقول له انه مستحيل يقربوا منه، لكن ناين بيقول له انهم لازم ما يسمعوش كلام القائد ويروحوا ينقذوا تو، وانه لو كان مكان تو وهو اللي اتخطف اكيد تو كان هيجي يساعده. فايف مرعوب وبيقول له انهم لازم يسمعوا كلام القائد. ساعتها ناين بيفهم ان مفيش اي فايدة من الكلام وبيمشي، لكن فايف بيوقفه في اخر لحظة وبيديله خريطة وبيقول له انهم هيحتاجوها في طريقهم علشان ينفذوا المهمة. وفعلا بينطلقوا سوا في رحلة انقاذ تو، وفي الطريق بيتكلموا مع بعض، وفايف بيقول له انه مش زعلان علشان عايش بعين واحدة، ده بالعكس الموضوع بقى يريحه اكتر علشان بيخليه يركز على حاجة واحدة. وبيفضلوا ماشيين لحد ما يلاقوا الادوات اللي وقعت من تو لما كان الوحش بيخطفه. فبيقول له فايف انه مستغرب ايه اللي خلى تو يخرج في الوقت ده لوحده، وبيكملوا الطريق ناحية المبنى اللي فيه الأعمدة ال3. وبيكون فايف ماشي على الطريق اللي مرسوم في الخريطة مظبوط، لكن بتقوم رياح قوية وبتطير الخريطة لبعيد. وبيحاول فايف ان هو يلحق الخريطة اللي بتطير منه، وناين بيحاول يلحق صاحبه فايف اللي فجأة وقع في حفرة ورجله اتعلقت. المهم ان ناين بيقدر ينقذه، لكنهم ما بيقدروش ينقذوا الخريطة اللي طارت لبعيد. وفجأة الريح بتزيد وبتتجمع ناحيتهم عاصفة ترابية قوية، فبيقول فايف انهم لازم يرجعوا على طول، لكن طبعا مفيش امل من الرياح دي. فبيلاقوا مخبأ في جبل كبير، فبيقرروا ان هم يدخلوا يستخبوا جوه. بس فايف لما بيشوفوا بيلاقيه ضلمة جدا، والمرعب كمان انهم بيلاقوا اثر رجل الوحش قدام الكهف، لكن ده معناه ان تو كمان جوه. نايم بيدور حواليه فبيلاقي لمبة عربية قديمة، فياخدها فايف ويركب فيها بطارية من عنده فبتنور، وناين بيركبها على عصاية علشان يقدروا يشيلوها بسهولة، وبياخدوها ويدخلوا جوه الكهف ومعاهم سيف. فايف بيقول له ناين انه في شبه كبير من تو لانه برضه زيه جريء ومش بيخاف. بس المفاجأة اننا بنلاقي حد لقى الخريطة بتاعتهم، بس يا ترى مين ده؟ خلينا نكمل ونشوف. ناين وفايف بيدخلوا جوه الكهف ويلاقوها عجيب جامد زي ما يكون مصنع قديم مليان مواسير، وهنا بيسمعوا صوت قريب منهم فيطفوا النور، وبيكملوا طريقهم جوه الكهف لحد ما يلاقوا جبل وفوق قفص مقفول. والمفاجأة ان القفص ده بيكون جواه تو محبوس. فبيطلع فايف علشان يشوف صاحبه اللي بيكون مغمى عليه، واول ما بيفوق ويشوف فايف بيقول له انه كان عارف ان هو هيجي ينقذه. فايف بيفرح جدا لما يلاقي صاحبه تو فاق ورجع لوعيه، لكن تو بيحذرهم ان الوحش قريب منهم وممكن يسمعهم. وفعليا بيلاقوا الوحش واقف قصاد حاجة ضخمة وماسك في ايده جهاز الطاقة بتاع ناين، وللأسف الوحش بياخد باله منهم ويجري عليهم، فبيجروا ويحاولوا يستخبوا منه، لكن هو بيضربهم كلهم ويطيرهم ومعاهم تو كمان. ال3 بيجروا ويستخبوا منه، ولكن برضه بيهجم عليهم. المفاجأة بقى انهم بيلاقوا شخص هجم على الوحش وبيفضل يضرب فيه لحد ما وقع الوحش قدامهم، وبعدها الشخص ده بيظهر لهم
بيساعدهم وبيقلع الماسك من على وشه. الاتنين بينبسطوا جدا ويفرحوا علشان لقوها 7 اللي كانت تايهة من زمان، بيسلموا عليها وهم بيقولوا لها انهم فرحانين برجوعها، لكن 7 بتقول لهم انها خلاص انضمت لجماعة القتال علشان تحارب الآلات. ساعتها 9 بيكون واقف على جنب كده وبيلاقي جهاز الطاقة، فبيركبه في الآلة اللي كان الوحش بيربط فيها، واول ما بيشحن جهاز الطاقة الجهاز بينور اخضر. تو بيجري عليه علشان يلحقوا يقولوا انه ما ينفعش يركب حاجة لانهم مش عارفين ده ايه، بس للاسف ملحقش لان الآلة بدأت تطلع شرار قوي. تو بعت صاحبه 9 وبص للآلة علشان يشوف فيها ايه، لكنها طلعت شرارة قوية وسلطتها على تو وسحبت منه كل الطاقة اللي كانت فيه لحد ما وقع ميت. وكلهم بيزعلوا جدا على تو، بس لو ان الآلة بدأت تنور احمر بقوة وبتظهر الآلة كاملة وبتكون ضخمة جدا وليها رجل بتمشي عليها، فبيخافوا كلهم وبيهربوا. 7 بتساعد الاتنين انهم يهربوا ويقدروا ينطوا على البر التاني ويهربوا باقصى سرعة، لكن يظهر ان الآلة فيها امكانية انها تقدر تعمل مسح للمنطقة وتحدد مكانهم بالظبط، فبتقدر توصل لهم برضه، بس هما بيستخبوا منها لحد ما بتوصل 7 وبتدلهم على ممر الخروج، وبكده بيقدروا يطلعوا من المكان المرعب ده. لكن ساعتها 5 بيفضل يعاتب في 9 على اللي عمله لانه السبب في ان الآلة اشتغلت وقتلت تو. 9 بيفضل يعتذر على اللي هو عمله ويقول لهم انا ندمان جدا، لكن بيقطع كلامهم دخان قوي وصوت فرقعة بيخرج من المكان اللي كانوا فيه. فبيسألهم 9 يا ترى ايه اللي بيحصل والآلة دي ايه اصلا، فبتقول لهم 7 انها عارفة المكان اللي هيلاقوا فيه الإجابة. اما الآلة فبنشوفها وهي عمالة بتصلح نفسها وبتعمل آلات جديدة وأسلحة مخيفة. 7 بقى بتاخدهم على مكان غريب جامد وبيشوفوا صور كبيرة لمنظر جميل وكله خضرة وشمس، فبيسألهم 9 إذا كان ده هو العالم قبل الدمار، لكن 7 بتقول لهم إنهم لازم يقابلوا التوأم دلوقتي. فجأة بيلاقوا قدامهم كتاب ضخم جدا وفيه معلومات كتير، ومن جنبه بيظهر التوأم العلمي اللي مستخبيين هنا من وقت نهاية الحرب، وبيجمعوا بس معلومات عن أي حاجة وأي مكان وبيجمعوها في الأرشيف ده، وبكده هم عندهم إجابة لكل سؤال. وبيسألوهم عن الآلة الضخمة اللي شغلوها دلوقتي، فبيدوروا في الأرشيف لحد ما يلاقوا صورة الآلة، وبيروحوا بعدها لعند القسم اللي فيه كل المعلومات عنها وبيلاقوا الخبر اللي بيتكلم عن اختراع الآلة دي، وبيشغلوا الفيديو بتاع المستشار اللي بيتكلم فيه مع الشعب عن الآلة الجديدة، واللي بيقول لهم فيه ده هو عصر الآلات، وإن الآلة الجديدة دي هتقدر تعمل آلات تانية زيها بالظبط، وبكده يقدروا يحققوا تقدم تكنولوجي سريع جدا. لكن بعد فترة الآلات اتطورت وانقلبت على البشر، وقامت الحرب الكبرى اللي بتحاول فيها البشر الانتصار على الآلات اللي اخترعوها. ساعتها المستشار بيتهم المخترع اللي اخترع الآلة الكبيرة وبيقول إن هو السبب في إن الآلة تنقلب ضدهم، لكن مفيش فايدة، الحرب دمرت كل حاجة وانتهت البشرية. وبكده الفيديو بيخلص وكلهم فهموا طبيعة الآلة الجديدة، بس 9 بيقول لهم إن اللي شغل الآلة دي هو جهاز الطاقة العجيب اللي عليه رسومات غريبة وكأنها مترابطة، وأكيد بتكون نتيجتها مختلفة لو اتحطت بالترتيب السليم. فبيحاول يسأل التوأم عن الجهاز ده، لكن محدش فيهم بيعرف حاجة عنه، فبيرسموا 9 على الحيط علشان يوريهم شكله. ساعتها 5 بيقول له إن رقم 6 طول الوقت بيرسم الشكل ده ومحدش فاهم هو بيرسمه ليه أساسا، علشان كده القائد خلى رقم 6 يقعد في مكان لوحده بعيد عن الكل. 9 بيقول له إنه لازم يشوف الرسومات دي، فبيرد عليه 5 بإنهم لازم يرجعوا لعند قلعة القائد علشان يشوفها. طبعا 9 مش بترضى إنها ترجع معاهم، فبيرجعوا لوحدهم لعند القلعة ويدوروا على الرسمة لحد ما يلاقوها، بس 8 كمان بيلاقيهم وبيقبض عليهم وبيسلمهم للقائد، وطبعا بيحكوا للقائد كل اللي حصل وبيزعق فيهم بكل غضب وبيسألهم عن شكل الآلة اللي شغلوها، وإن باللي عملوه ده مش بس هيضيعوا تو، لا دول حطوهم كلهم في خطر دلوقتي. ساعتها 9 بيسأل القائد عن السبب اللي خلاه يبعت تو للاستطلاع، لكن القائد اتلخبط وبيقول لهم إنه بعت تو للبحث والدراسة. 9 طبعا مش بيصدقوا وبيقولوا إن هو لازم يصارحهم بكل حاجة. هنا رقم 6 بيقطع كلامهم ويقول لهم وهو ماسك رسمة الشكل العجيب ده هو المصدر ولازم ندور عليه علشان هو السبب في كل حاجة. 9 بياخد الرسمة وهو بيقول للقائد إن ده هو الجهاز العجيب اللي شغل الآلة ولازم يعرفوا عنه كل حاجة، فبيسألوا رقم 6 عن المعلومات اللي يعرفها عن الجهاز ده، لكن القائد بيقطع كلامهم ويقول لهم إنه مش هيسمح لأي حد إنه يعرض المجموعة للخطر، وبيطلب من 8 إنه يسحب أسلحتهم كلها، وفعليا 8 بيضربهم وبياخد منهم كل اللي معاهم. فيقوم 9 من تاني ويقول للقائد انت جبان، احنا مش هنستسلم ليك ولا هنطيعك من تاني. ف8 بيروح ناحية 9 علشان يضربه، لكن القائد بيوقفه ويقول ل 9 انه طول الفترة اللي فاتت وهو بيحمي المجموعة. وفجأة بيقطع كلامهم ظهور خيال للطائر الآلي وهو واقف على شباك القلعة، ويقوم بعدها مكسر الشباك ويدخل علشان يهجم عليهم، فبيترعبوا كلهم ويحاولوا يهربوا منه. و8 بيحاول يقتل الطائر لكن بياخد ضربة من جناحه توقعه على الأرض. ساعتها القائد بيفتح لهم المخبأ السري علشان يخرجوا
يخرجوا منه، ولما بيحاولوا يستخدموا الاسانسير في النزول الطائر بيقطع الحبل وبيقع كل واحد منهم في اتجاه، وده بيفضل متابع القائد و8 علشان يمسكهم، بس يظهر ان 8 شاطر في الرماية لانه بيقدر يحدف السيف بتاعه على الطائر ويوقعه. في الوقت ده 9 بيروح ينقذ القائد، و5 و6 بيروحوا الاتنين ينقذوا 8 اللي متشعلق في الجسر. فجأة الطائر بيجهز السهم علشان يحدفه على 8، لكن 9 بيطلع المراية علشان يعكس ضوء الشمس في عين الطائر، وبكده بيخطئ الهدف وبينقذ 8 من السهم، وبيقدر 8 ان هو يتعلق في الحبل وينزل على الارض بسلام. والطائر بيرجع من تاني وبيروح ورا القائد و9، لكن القائد بياخد 9 وبينطوا من الجسر وعلى طول بيلحقهم 8 قبل ما يسقطوا على الارض. بس يظهر ان الطائر ده مش بيستسلم ويحاول يهجم من تاني، وهنا 7 بتظهر من تاني وبتهجم على الطائر، لكن برضه ده بيهجم عليها وبيوقعها فتتصاب في رجلها. وبعد حرب عنيفة جدا بيقدر 9 ان هو ينقذهم قبل ما يقعوا من على الجسر. وفي نفس الوقت 5 بيدور على السلك بتاع الطائر فبيغير اتجاهه وبيخليه يقع على الارض. وبعد ما بيخرجوا من الحرب دي بسلامة بيلاقوا الطائر حرق القلعة بتاعتهم، فبيضطروا انهم يدوروا على مكان تاني أأمن. وبالرغم ان القائد زعلان انه هيسيب القلعة بتاعته، لكن المهم انهم بسلامة. في الوقت ده الآلة بتكون لسه شغالة في تطوير نفسها، وبتاخد الجثة بتاعة تو علشان تزود طاقتها بطريقة جديدة هنعرفها كمان شوية. المهم ان المجموعة دلوقتي بتوصل لعند معبد قديم متكسر علشان يستخبوا جواه، و5 بيعالج الإصابة بتاعة 7، و9 بيقول لهم ان الموضوع لسه ما خلصش واكيد الآلة هتبعت وحش تاني. وفي نفس الوقت القائد بيطلب من 8 يتولى حراسة المكان، ولسه رقم 6 بيرسم المصدر العجيب بتاع الطاقة، وبيروح القائد يدور على ملجأ تاني جوه المعبد لكن يكون مخفي اكتر. ساعتها 8 بيتولى الحراسة على البوابة، لكن التوأم العبقري بيقول ل 9 انهم عرفوا معلومات عن مصدر الطاقة، وفعليا بيطلعوا من الكتاب معلومات عن مخترع الآلة، وبيلاقوا ان هو كان ماسك جهاز عجيب بينقل بيه الطاقة من عينه لواحد منهم. وساعتها رقم 6 بيقول لهم ان السر موجود في الأوضة القديمة بتاعة المخترع، وبيطلب من 9 ان هو يرجع الأوضة اللي كان فيها أول مرة ويدور على السر هناك وهو هيفهم كل حاجة. وفجأة بيدخل عليهم القائد ويقول لهم ان ده العلم المظلم ومش هيجيب عليهم الا المشاكل ويعرضهم للخطر، وبيعاتب 9 لانه عامل زي تو بالظبط، وده هو اللي كان السبب في وفاته. ساعتها كلهم بيتفاجئوا وبيسألوا القائد اذا كان هو اللي بعت تو في الرحلة دي، فبيقول لهم تو كان كبر في السن وبيعمل مشاكل بأسئلته الكتيرة، فكان لازم اني اضحي بيه عشان انقذ الكل. 7 بتتضايق جدا وبتهجم على القائد وبتقول له ان هو السبب في قتل تو، لكن هما بيوقفوها وبيبعدوها عنه قبل ما تقتله، فبتطلع 7 وهي متضايقة وتسيبهم لوحدهم. والقائد بيمشي بمنتهى البرود وبيقول ل 9 ان اللي بيعمله ده هيكون سبب في مشاكل ليهم كلهم، لكن دلوقتي 9 بيقول لهم انهم لازم يرجعوا للغرفة الاولى اللي كان فيها. في الوقت ده 8 لسه بيحرس المكان، وفجأة بيحس بحركة حواليه فبيقوم يشوف الموضوع ويدور في المكان، وهنا بيلاقوا قدامه حاجة ضخمة بتطلع أشعة كبيرة بتأثر عليه. بعد شوية بنشوف القائد وهو بيكلم نفسه وبيقنعها ان اللي عمله ده صح، لكن بيلاقوا جثة تو بتتحرك قدامه وجاية عليه، وبتكون دي هي الطريقة اللي ابتكرتها الآلة بانها تستخدم جثة تو في التأثير على الباقيين. وفعلا طلعت نفس الأشعة على القائد وسيطرت عليه فأغمى عليه وأخد الوحش اللي على شكل دودة. ساعتها 9 وباقي المجموعة بيشوفوا اللي حصل وبيجروا علشان يلحقوا القائد، لكن أول ما بيوصل 5 و9 لعند الوحش بيحاول يسيطر عليهم بالأشعة برضه، ولكن 9 بيفهم الموضوع ويقول ل 5 ما تبصش في عين الوحش. بترجع 7 تاني وبتحاول ان هي تضرب الكائن ده وبتخلص جثة تو من ايده، وفي نفس الوقت 9 بيقدر يفك القائد وينقذه، لكن للاسف الوحش بيقدر ان هو ياخد 7 ويهرب بيها هو و 8. 9 بيحاول يجري وراهم عشان ينقذهم ولكن مفيش فايدة. بيفوق القائد ويلاقوا قدامه جثة تو فيقوم مفزوع وهو بيسألهم عن اللي حصل، فبيقول 9 ان الآلة بعتت وحش خطف 8 و7 ولازم يتعاونوا كلهم ويلحقوهم، لكن القائد بيشاور له على جثة تو بيقول له ان ده كان نتيجة اخر عمل بطولي اتجرأ وعمله، وانهم لازم يبعدوا عن الآلة واللي خسروهم خلاص يعتبروا ميتين. 9 بيبص على جثة تو ويقول له انه مش هيسمح لحد يحصل له زي تو، عشان كده هو هيروح ينقذهم مهما حصل. وبيروحوا كلهم يتجمعوا حوالين جثة تو وبيودعوه ويحطوا عليه تميمة القائد وبيرموه في البحر، وبعدها بيروحوا كلهم بالأسلحة والمعدات علشان يلحقوا 7 و8. و9 بيقول لهم انه هيدخل ينقذهم لوحده وهم يستنوه هنا، وبيطلب من 5 ان هو لو اتأخر عليهم يبقى الوحش قتله، وساعتها لازم يقتل الوحش ويحرق المكان كله. بالرغم ان 5 بيخاف على 9 صاحبه لكن بيكمل الخطة اللي حطوها وبيطلب من باقي الفريق يجهزوا برميل البنزين اللي هيفجروا به المكان، وبيدخل 9 المكان ويستخبى من الوحش، لكن للأسف بيشوفه وهو ماسك 8 ومكتفه وهو عمال بيصرخ، وفجأة يقوم ساحب كل الطاقة من جسمه ويموته زي تو. فبيتضايق 9 وبيجهز الخطة اللي هينقذ بيها 7، وفعلا
بمجرد ما بيلاقي الوحش مطلع 7 علشان يسحب طاقتها بيشتت انتباهه وبيربط ديله في التروس اللي بيدور ده، وبيقدر ان هو ينقذ 7 منه ويدمر الوحش الدودة خالص. وفي الوقت ده 5 واللي معاه بيكونوا جهزوا برميل البنزين خلاص، بس المشكلة ان 9 لسه ما طلعش. فالقائد بيقول له انهم اتأخروا ولازم ينفذوا الخطة ويدمروا المكان علشان اللي جوه ماتوا، وبيحاول ياخد عود الكبريت الوحيد اللي فاضل واللي هيولعوا بيه المكان، بس 5 بيوقفه ويقول له ان 9 واللي معاه اكيد جايين. وفجأة بيلاقوا طائر آلي فوقهم، بيحاول 5 ان هو يوقعه بالسهم، لكن بمجرد ما بيضرب السهم اللي فوق بيطير لأعلى ويسحبهم معاه. واخيرا القائد قرر ان هو يساعدهم ويربط الحبل في طرف الجبل، وبكده يقدر ينقذهم ويوقع الطائر. بس يظهر ان الآلة بتشوف اللي حصل وبتقرر تخلص عليهم، فبتطلع كل الآلات اللي عملتها علشان تهجم. وساعتها 9 و7 بيخرجوا من المكان بسرعة. في نفس الوقت 5 وباقي الفريق بيولعوا النار في البرميل وبيحدفوه علشان يفجر المكان بالكامل، وبيقدر يخرج 9 و7 ويفجروا المكان بالكامل وينهار. والمجموعة بتفضل تجري لحد ما توصل لمكان آمن، وبيفرحوا أخيرا إنهم قدروا يتخلصوا من الكابوس ده. وبيلاقوا اسطوانات موسيقى وجراموفون فبيشغلوا الموسيقى ويفرحوا، وكلهم قاعدين آخر استجمام حتى القائد. وبيروح 5 يختار اسطوانة تانية، لكن فجأة الاسطوانة دي اللي اختارها بتقع منه فبتتزحلق، وبيفضل يلحقها عشان يمسكها. لكن الكارثة إنه بيلاقوا قدامه الآلة لسه موجودة وجاية عليهم، فبيجري بسرعة عشان يحذرهم، لكن للأسف الآلة بتمسك 5 وبتسحب الطاقة من جسمه لحد ما يموت هو كمان. بس ساعتها رقم 6 بيلاحظ حاجة غريبة، وهي إن طاقة الشخص اللي بتموته الآلة بتشحنه جواها وبتحبسه. وبالرغم إن كلهم بيحاولوا يهربوا من الآلة و7 بتحاول تضربها، لكن 9 بيمنعه وهو مش فاهم حاجة، فبيطلب منهم 6 إنهم ما يدمروش الآلة علشان أصحابهم اللي سحبتهم لسه حيين جواها. فبيجروا كلهم على الجسر علشان يهربوا، لكن بتقدر الآلة إنها تستولي على 6 كمان وتاخد طاقته وتموته. بس قبل ما يموت بيقول ل9 إنهم لازم يرجعوا الأوضة الأول ويدوروا على المصدر، وهناك هيعرفوا اللي يقدر ينقذ بيه الكل. ساعتها 7 والقائد بيقولوا إنهم لازم يدمروا الآلة، لكن 9 بيقول لهم يستنوا لحد ما يروحوا الغرفة وهناك هيعرفوا السر وممكن يقدروا يرجعوا الباقي للحياة. بس هما بيقولوا له إن الآلة دي ممكن تدمرهم كلهم ولازم يخلصوا عليها، لكن 9 بيسيبهم ويروح على الأوضة الأول. وفعلا بيقدر 9 يوصل للأوضة وبيلاقي رسومات كتير جدا لأجزاء الآلة وتشريحها. بس الغريب إنه بيلاقي صندوق صغير، ولما بيفتحه بيلاقي زي الجهاز بتاع التسجيل، وبيكون فيه رسالة فيديو من المخترع. الفيديو عمله لآخر واحد اخترعه واللي كان هو 9، وبيقول فيه إن هو اخترع الآلة الضخمة اللي المفروض تكون بتصمم أشكال جديدة علشان تكون بديلة للبشر اللي ماتوا في الحرب. لكن المستشار جاء في وقته واستخدم الآلة فعمل آلات مختلفة وغير فيها، بس المخترع كان صمم الآلة علشان تكون نموذج من أفكاره بالظبط. لكن الآلة فشلت، والفكرة كمان لأن المخترع كان فاكر إن أي كائن ممكن يشحنه بالطاقة ويكون زي البشر، بس طبعا كان غلطان لأن الروح البشرية هي اللي بتميز البشر، علشان كده بوظوا الجهاز. فقرر المخترع وقتها إن هو يعمل كائنات تانية بطريقة مبتكرة، وهي إنه يعملهم من طاقته الشخصية. وفعلا بدأ يعملهم واحد ورا التاني ويديهم من طاقته لحد ما مات. وفي نهاية الفيديو بيقول ل9 إن الحل الوحيد في جهاز الطاقة الصغير، وبيقول له على طريقة يظبط بيها الرموز اللي عليه علشان ينقذ الناس. وبكده بينتهي الفيديو وبيفهم 9 الموضوع كله وبيجري علشان يلحقهم قبل ما يموتوا أو حتى يدمروا الآلة. وبالرغم إنه بيضربوا أول طلقة لكن مش بتيجي في الآلة، فبيحاول يوقفهم ويقول لهم إنه فاهم السر ولازم يستنوا. لكن القائد برضه مش بيقف وبيقول له إن هو لازم يدمر الآلة لأنها جاية عليهم. ولما بيلاقوا مفيش فايدة بيحاولوا يهربوا، لكن 9 بيطلب من 7 تشغل الآلة لحد ما يقدر يسحب جهاز الطاقة اللي محطوط فيها. بس في الوقت اللي بيشرح فيه 9 الطريقة ل7 بتحاول إنها تمنعه وتقول له أنت هتموت لو قربت من الآلة دي. ساعتها القائد بيجري على الآلة ويضحي بنفسه ويخليها تاخد طاقته، وفي الوقت ده بيقدر 9 إن هو يسحب جهاز الطاقة من الآلة، فبتدمر نفسها بنفسها لحد ما تتكسر. وبياخد 9 جهاز الطاقة منها وبيظبط الأزرار علشان يسحب الطاقة اللي سحبتها الآلة، وبيقدر فعلا إنه ياخدهم منها. وساعتها الآلة مش بتكون ليها لازمة، فبتنبسط 7 وبتقول ل 9 إنه نجح في المهمة، بس هو بيقول لها إنه لسه فاضل جزء مهم. ويقوم رايح بعدها لعند مكان بعيد وبينصب الأعمدة لل5 اللي ماتوا، وبيظبط 9 الزراير من تاني. وفجأة الجهاز بينور أخضر وبيقع من إيده، والمفاجأة إن الأرواح فعليا بدأت تطلع من الجهاز بس بأشكالهم الروحية مش الطبيعية. 8 بيطلع الأول ومن بعده رقم 6 اللي بيودعهم، وكمان الصديقين 2 و5 وبرضه بيسلموا عليهم. ومن بعدهم الأخير القائد اللي بيودعهم وبيشكر 9 على اللي هو عمله وشجاعته وإن هو حررهم. وطاروا كلهم لفوق ورجعت السما تمطر علشان تبدأ الحياة من جديد مع 9
و7 والتوأم العلمي، واشتركوا في القناة وشغلوا زر الجرس، وبس كده.